باحبها ومرتبط بيها لحد أمّا أقدر أتقدّم لها. للأسف دي جملة شباب كتير جدًا بيقولها دلوقتي. مش هاقول لك في الفيديو ده إن الارتباط حلال أو حرام، أنت عارف إن هي حرام وأنت مش جاي عشان تسمع ده، بس أنا جاي في الفيديو ده أجاوب لك على كذا سؤال أكيد بيدور في دماغك لو أنت في علاقة محرمة، وأضمن لك إن شاء الله إن بعد الفيديو ده نظرتك عن الموضوع كله هتختلف، سواء أنت كنت في علاقة أو مش في علاقة. كده الفيديو هيفيدك في الحالتين. وقبل أمّا نبدأ زي ما أنت متعود صلّي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مأخّر فرض فقوم صلّيه الأول وبعد كده ارجع شوف الفيديو. ليه الارتباط مش هيأدي لزواج فعّال؟ السؤال ده تقريبًا هو أهم سؤال ممكن نسأله في موضوع الارتباط. ليه الارتباط مش هو أحسن طريقة عشان تلاقي بيها شريكة حياتك أو تلاقي شريك حياتك؟ الإجابة على السؤال ده بتكمن في 3 نقاط بس. النقطة الأولى إن معاييرك وقت الارتباط بتكون معايير خاطئة. يعني مثلًا أنت لمّا تيجي ترتبط فبنسبة كبيرة بتختار حاجات شكلية، حاجات ثانوية مش حاجات أساسية. هو بيكون عايز يرتبط ببنت جميلة وهي بتبقى عايزة ترتبط بولد وسيم، ودي معايير ما تنفعش خالص في الجواز. الجواز ما بيقومش على الشكل نهائيًا. يعني شبه مستحيل تلاقي شباب صغيرين مرتبطين عشان البنت الفلانية دي محترمة. لو كانت محترمة ما كانتش ارتبطت. معلش الجملة دي هتيجي على الجرح ولكن هي حقيقية. فلمّا تجيب الشخص اللي اختار على أساس الشكل، هو مش في دماغه أصلًا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال له اظفر بذات الدين. وأنتِ برضه كبنت نفس الكلام، ما تقبليش بعريس ما عندوش دين. فلمّا تكون أنت في علاقة مع حد أنت مختاره على أساس الشكل بس، فبالتالي دي مش المعايير اللي تكوّن عليها زواج بعدين. تاني نقطة في الجواب على سؤال ليه الارتباط مش بيؤدي لزواج فعّال، هي طغيان القلب على القرار. أنت لمّا بتبدأ تحب حد من الجنس الآخر جسمك بيفرز هرمون اسمه الأوكسيتوسين، وهرمون الأوكسيتوسين أو اللي هو هرمون الحب بيضعف التفكير المنطقي، وده شيء كيميائي بحت. فأنت أوتوماتيك لمّا تبدأ تحب قبل ما تتجوز، فأنت بتكنسل التفكير المنطقي عندك. فبالتالي لمّا بتبدأ تظهر عيوب صارخة إن الشخص ده مش مناسب، أنت مخك وقدراتك العقلية مش بتبقى حاضرة، لإنك أنت جسمك مسحول في هرمون الأكسيتوسين. فبالتالي لمّا تيجي تتجوز الشخص اللي أنت كنت معمي بحبه، هتصطدم بواقع أنت ما كنتش واخد بالك منه. فعشان كده بلاش تحب قبل الجواز. افضل لحد كتب الكتاب استخدم عقلك. ابعد عن أي مشاعر خالص لحد كتب الكتاب، عشان تكون فعلًا قراراتك كلها عقلانية. أنت بتكون مرتبط وحابب الشخص التاني ومعمي عميان كامل عن إن هو مش مناسب أصلًا. ولو أنت مرتبط وقاعد بتسمعني دلوقتي أنا متأكد إن 100% أنت قاعد رافض كلامي دلوقتي، ولكن أرجوك اسمع كلامي. تالت نقطة في إن ليه الارتباط مش هيؤدي لزواج فعّال، هي إن مش هيكون في بركة في الجواز الناشئ عن علاقة محرمة. أنت بيكون عندك قدر معيّن من البركة، هتقعد تضيّعه في علاقة محرمة لمّا تيجي تتجوّز نفس الشخص ده، مش هتلاقي بركة بعد الجواز. هتلاقي سعادة أقل، هتلاقي مشاكل أكتر، هتلاقي إن أنت مش طايق الشخص التاني ببساطة. فليه تعمل في نفسك كده؟ ليه تبوّظ حياة زوجية كاملة ممكن تقعد 20، 30، 40 سنة عشان بس تنبسط بعلاقة محرمة سنتين، 3؟ وتاني أرجوك اركن مشاعرك على جنب وأنت بتتفرّج على الفيديو ده، أو اركني مشاعرك على جنب وأنتِ بتتفرّجي على الفيديو ده. السؤال التاني اللي أنت غالبًا عايز تقوله إن مش الارتباط والعلاقات دي بتساعد إن أنا أعرف الشخص التاني قبل الجواز؟ هاقول لك لأ، مش بتساعد، مش زي ما أنت فاكر. دي حيلة من الشيطان إن هو يضحك عليك ويوهمك إن اللي أنت بتعمله ده حاجة ذكية جدًا، بدل ما أروح أتقدّم وأتدبّس وأوبّا ألاقيها مش مناسبة أو ألاقيه مش مناسب. كل دي حيل من الشيطان. الارتباط ببساطة هو تعرُّف برّه الحدود الشرعية. في تعرُّف داخل الحدود الشرعية، ألا وهي جلسة التعارُف العادية اللي الشرع بيقول عليها. بتروح تتقدّم وتقعد مع البنت دي وتتعرّف عليها وخلاص. قبل بقى الخطوبة والشبكة والكلام ده، بتروح تقعد تتعرّف، تمام، تبدأ بقى تخش على المرحلة اللي بعدها الخطوبة والكلام ده. هي دي فعلًا اللي بتخلّيك تعرف الشخص اللي قدّامك قبل الجواز، مش الارتباط. الارتباط بيكون كلّه مزيف، تجمُّل، بالعكس بيكون إفساد لقلبك ولقلبها. السؤال التالت اللي ممكن تسألهوني دلوقتي إن يا أحمد أنت نوعًا ما مأفور في الموضوع، أنت مكبّر الموضوع بزيادة. يعني هيجرى إيه في الدنيا يعني لو اتكلمت مع واحدة شوية بعد كده اتقدّمت لها واتجوّزنا في الآخر؟ أنا هاقول لك دلوقتي الحاجات اللي الارتباط هيعملها فيك أو إزاي الارتباط والعلاقات المحرمة هتدمّر حياتك. رقم 1 تدمير سُمعتك لسنين كتير قدّام، خصوصًا للبنت بسبب الأعراف المجتمعية. وأنت لو سُمعتك باظت هتقعد سنين السنين تحاول تصلّحها، والسُمعة دي لو أنت عايز تصلّحها فأنت ممكن تاخد سنين كتيرة جدًا، وبرضه ممكن تفضل عايش وتكبر وتعجّز ولسه الناس واخدين عنك نظرة سيئة وسُمعتك وِحشة والكلام ده كلّه. وطبعًا موضوع السُمعة ده بيأثّر على جوانب كتير جدًا في حياتك، ولكن دي فيها تفاصيل كتير مش لازم أتكلّم فيها دلوقتي. ولكن أبسط مثال ممكن أدّيه لك في الموضوع ده خصوصًا للبنات، إن بعض الشباب لمّا بييجوا يتكلّموا مع بعض بيميّزوا بعض البنات على اسم الشخص اللي كانوا ماشيين معاه. لكِ أن تتخيّلي إن فلانة دي إحنا مسميينها صاحبة فلان، مش مسميينها باسمها، دي صاحبة فلان.
أو اللي كانت صاحبة فلان، مع إنها ممكن دلوقتي خلاص تابت وبقت زي الفل، ولكن دي فلانة اللي كانت صاحبة فلان. بعض الشباب للأسف بيفضلوا يسموا البنات كده، وأنت نفس الكلام، مش عشان المجتمع نوعًا ما بيعدّي للرجل موضوع العلاقات المحرمة والبنت لأ، يبقى تدوس في الموضوع براحتك، ما أنا كده سمعتي مش هتتأثر زي البنت. لأ برضه، حتى لو مش هتتأثّر نفس تأثيرها كبنت في الدنيا. النقطة التانية في إن إزاي الارتباط هيدمّر حياتك، والنقطة دي للرجالة أكتر، إن أنت كراجل في سِن شبابك ده أنت لازم تكون بتوفّر وقتك ومجهودك لنفسك بس. في ناس للأسف دخلوا في سِن التلاتينات من غير ما يتجوّزوا وضيّعوا شبابهم كلّه في العلاقات والارتباط، واتصدموا بواقع بائس جدًا، إن هو ضيّع شبابه وعِز قوته وتركيزه ومهاراته وكل حاجة في شيء ما نفعهوش بأي حاجة، بالعكس راكم عليه ذنوب كتيرة بس، وحقوق لعباد كتيرة بس. أيوه حقوق لعباد زي ما أنت سمعت، البنت اللي أنت بترتبط بيها أنت بتاخد حق أبوها وحق أخوها لو موجود، لإن ده شرفهم، فأنت بتاكل حقوق أهل البنت دي وحقوقها هي ذات نفسها حتى لو هي مش مدركة ده، ودي حقوق أنت هتتحاسب عليها يوم القيامة. ولكن بعيد عن الموضوع ده، فأنت كراجل لازم ما تضيّعش أهم سنين حياتك في حاجة تافهة زي دي، والله هتندم. وبجانب تضييع الوقت فتالت نقطة هي التأثير السلبي على زواجك المستقبلي من مقارنات وعدم تخطي الماضي. البنت اللي أنت ترتبط بيها وبتقابلها في الشارع والكلام ده كله وهي في كامل زينتها وتبرجها، مستحيل تكون زي مراتك اللي هتتجوزها، اللي هتكون على طبيعتها، مستحيل تكون في كامل زينتها زي البنت اللي أنت كنت مرتبط بيها، مش هتقدر هي تكون 100% طول الوقت متجملة قدامك، والعكس صحيح. أنتِ كبنت لمّا تيجي ترتبطي فهتاخدي من الشاب ده مثلًا الاهتمام والحب والكلام الفارغ ده طول الوقت، عشان هو مش وراه حاجة، ما فيش أي مسؤولية، فطبيعي إنه يفضل يدّي اهتمام ووقت وحب والكلام ده. ولكن بعد الجواز الزوج الطبيعي مش هيقدر 100% طول الوقت يدّي اهتمام وحب ويفضل بنفس المستوى، هييجي عليه أوقات هيبقى مضغوط في حاجات، مشغول في حاجات، فالاهتمام هيقل شوية، فهي هتبدأ تقارن. ليه جوزها مش زي الشاب اللي كانت مرتبطة بيه، اللي كان دايمًا مهتم بيها؟ مقارنات مش هتأدي إلا لخراب بيوت، سواء مقارنتك بجمال اللي أنت كنت مرتبط بيها مع جمال مراتك، أو مقارنتك باهتمام وحب الشخص اللي أنتِ كنتِ مرتبطة بيه مع زوجِك اللي شايل مسؤوليات قد كده ومش هيبقى قادر يدّيكِ نفس الاهتمام والحب. رابع وأخطر نقطة في الموضوع ده كله هي إنك مش هتحب تموت على كده. أنا وأنت عارفين ما حدش فينا عايز يموت في علاقة محرمة، كلنا نفسنا نموت وإحنا ساجدين، كلنا نفسنا نموت وإحنا بنعبد ربنا، أو وإحنا بنبر والدينا، وإحنا بنعمل أي حاجة حسنة، كلنا نفسنا في حسن الخاتمة يعني. ولكن عشان تعرف إيه الخاتمة بتاعتك، شوف الشيء اللي أنت بتعمله كتير، شوف أنت بتنام على إيه، هتعرف إيه الخاتمة بتاعتك. وبجانب سوء الخاتمة اللي أنت مش عايزها، فأنت كمان مش عايز تتفضح في الدنيا. وخلي بالك في رصيد للستر، عدت معاك المرة دي ممكن تعدّي المرّة الجاية، ممكن ما تعدّيش، في نقطة معيّنة لو أنت وصلت لها الستر هيخلص وهتتفضح وهتتمنى الأرض تنشق وتبلعك، فبلاش توصّل نَفْسك للنقطة دي. طيب جميل جدًا يا أحمد، أنت دلوقتي جاوبت لي على كل الأسئلة اللي كانت في بالي واللي كانت بتمنعني من إن أنا أقطع العلاقة الحرام دي. طيب إيه بقى الخطوات اللي المفروض آخُدها دلوقتي؟ أول خطوة إنّك أنت لازم تفهم إن الارتباط هو حاجة غبية جدًا، جدًا، مش هتنفعك في أي شيء وكلّها أضرار فقط. مهما حاول الشيطان يجمل لك الموضوع ويقول لك أصل أغلب الشباب اللي قدّي مرتبطين، ساعتها هاقول لك آية وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الشيطان هيحاول كده يضحك عليك بموضوع الأغلبية، إن الأغلب بيعمل كذا، والأغلب مش عارف إيه، والأغلب مرتبطين، فأنت لازم تفهم إن أغلب الناس ضالة، ولو سمعت كلام أغلب الناس فهيضلوك عن سبيل الله. والخطوة التانية اللي لازم تاخدها دلوقتي هي توبة المكان والزمان والأشخاص. يعني إيه توبة مكان وزمان وأشخاص؟ توبة المكان هي إنك أنت تبطّل تروح الأماكن اللي كنت بتقابل فيها الشخص اللي مرتبط بيه. توبة الزمان إنك أنت تحاول تشغِل نفسك في الوقت اللي كنت بتعمل فيه الحاجة الحرام دي، سواء إنك أنت تكلمها أو الوقت اللي أنت كنت بتقابلها فيه والكلام ده. يعني مثلًا أنت كنت بتكلمها بالليل يا عم، يبقى أنت بدل ما كنت بتكلمها بالليل هتقيم الليل في نفس الوقت بالضبط. وتوبة الأشخاص إنك أنت تقطع أي صلة بالشخص ده، ما تسيبش أي باب تواصل نهائيًا، وبرضه تقطع علاقتك بكل الأشخاص المرتبطين من أصحابك، عشان قعدتك معاهم هتأثّر فيك وهتخلّيك تحب ترجع أو ترتبط بشخص جديد، وساعتها هتكون ما تُبتش توبة نصوحة. فعشان تكون توبة حقيقية اقطع الأماكن، اقطع الزمن،
اقطع الأشخاص، جدد الأماكن، جدد الأفعال اللي بتعملها في نفس الزمان، وجدد الأشخاص، وقتها هتكون فعلًا توبة حقيقية وجادة، ولو توكلت على الله وتُبت بالطريقة دي، فإن شاء الله ربنا هيثبّتك ومش هترجع تاني للموضوع ده. وتالت خطوة بعد ما أنت تُبت والكلام ده، لو أنت حابب تتجوّز نفس الشخص تاني بعدين، فنصيحة شخصية بلاش، ولكن شرعًا يعني عادي، ولكن نصيحة شخصية بلاش تتجوّز الشخص اللي أنت كنت مرتبط بيه، ولكن في حالة استثنائية نوعًا ما إنّك أنت ممكن تتجوّز الشخص اللي أنت كنت مرتبط بيه لو هو كمان تاب زيّك بالضبط عن مكان وزمان وأشخاص واتعدل وبقى أحسن بكتير، ولكن زي ما قُلت لك نصيحة شخصية بلاش. وأتمنى أن أكون جاوبت على كل الأسئلة اللي بتدور في دماغك كواحد مرتبط بواحدة أو واحدة مرتبطة بواحد، أو حتى لو واحد مش مرتبط بس بيفكّر في الموضوع. وبس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.